اهلا بيكم في حكايه سهم. النهارده هحل لكم العقده الكبرى لكل مستثمر في البورصه. امتى تشتري بالمليم وامتى تبيع وتجني ارباحك في الوقت الصح. هو انا ليه اول ما بشتري السهم بيريح بيا، وليه اول ما ببيعه بلاقيه طار؟ انت مش منحوس، انت بس بتدخل في التوقيت الغلط. في البورصه في حاجه اسمها ارضيه السهم. ده السعر اللي المحترفين مستنيين عنده، واول ما السهم بيلمسه بيبدا يطلع لفوق، وقصادها فيه سقف السهم. ده السعر اللي السهم كل ما يقرب منه يلاقي بياعين كتير، فيتخبط ويرجع ينزل تاني. ساعة الصفر للشراء هي لما السهم يثبت فوق الأرضية بتاعته ويبدأ الفوليوم أو حجم التداول يزيد. هنا المحترفين بيدخلوا. وقت البيع مش لما تخاف، وقت البيع الصح هو لما السهم يوصل للسقف بتاعه وتلاقي الدنيا بقت زحمة والكل بيتكلم عليه. أكبر غلطة ممكن تعملها إنك تشتري سهم طالع بقاله كذا يوم ورا بعض. انت كده بتطارد سهم خلاص قرب يريح. في قاعدة ذهبية في مصر بتقول لك اشتري على الإشاعة. لو عايز تعرف الحكاية من أولها وتتعلم إزاي تستثمر صح، كمل الفيديو على قناة اليوتيوب، هتلاقي اللينك في أول كومنت. مستنيك هناك.